اللي حصل ان انا كنت اليوم ده كنت واخد والدي مم. ورايحين نشتري بدلة الخطوبة بتاعتي، وهو فعلا اشترى بدلة الخطوبة. وبعدها انا اشتريت له جزمة هدية وقلت له خد دي جزمة فرح انت تلبسها هدية عشان انت جبت لي بدلة خطوبتي. قال لي ربنا يخليك ليا يا بابا. قلت له مبروك عليك. قال لي مبروك عليك انت. وبعد كده رحنا وصلنا عند المحل انا وهو، نزلنا من العربية، قعدنا. هو قعد بره قدام باب المحل وانا دخلت جوه المحل افرج اخويا على اللي انا اشتريته. ما كملناش 5 دقايق 10 دقايق ولقيت الراجل ده جاي من ظهر بابا وقام بعملية ذبحه بطريقة هو بروفيشنال، بطريقة بروفيشنال راجل محترف. مدرب محترف. هو عارف هو بيذبح منين، هو عارف هو بيعمل ايه. يعني جايب الوريد اللي هو فعلا اللي هو في الرقبة اللي هو بيموت فعلا. قعد عليه مرتين عشان يتأكد ان هو مات. المنظر في حد ذاته قدامي عمري ما انساه في حياتي. طب يا ما استاذ اعرفش توني. ليه عمل كده، ما اعرفش ايه السبب. متخلف. ما فيش لسه جاي، انا لسه جاي. يعني بابا ما عملش مشاكل مع حد، بابا قاعد في حاله، بابا قاعد ملوش دعوه بحاجه. فوجئت بالمنظر قدام عيني. ابويا اترمى على الارض. حاولت افوق بابا، بابا كان خلاص شبه اللي هو خلاص بيفرفص. رحت قلت لعمي خلي بالك من بابا، وطلعت اجري ورا الراجل بسرعه عشان احاول الحقه. اجري ورا حرامي حرامي ومعايا اصحابي يقولوا قاتل قاتل. محدش عارف يوقفه. عدى سكة البحر الناحية التانية، الاتجاه المقابل كان اتجاه رايح المنشية. كان في ميكروباص واقف عند النفق، ميكروباص أحمر بابه مفتوح، مش عارف هو بيحمل ولا هو مستنيه. مجرد ما الراجل ده ركب الميكروباص اتحرك. مستنيه طبعا. قعدنا نخبط على الميكروباص. استنى يا حرامي قاتل حرامي، اقف يا اسطى اقف يا اسطى. ما وقفش، اتحرك وطلع يعني يجري. معلش يا استاذ توني، معلش نقف هنا. يعني انت وصلت للميكروباص اللي هو راكبه الارهابي وخبطته والميكروباص مشي؟ مشي مشي. طب خدت رقم الميكروباص؟ لا مش عارف اقول لك ما ايه. عرفتش اخد الرقم لان هو عندنا الشتاء في اسكندريه بيعمل حاجه كده زي ده بابا من الرمله على النمر. يعني بيعمل كده حاجه على النمر كده زي اللي هو الرمله، حاجه طبقه جيريه كده فوق النمر. فالنمر مش واضحه من كتر الشتاء، فمش عارف اجيب النمر بالظبط. رجعت المحل بسرعه عشان الحق بابا اوديه المستشفى. لقيته زي ما هو مفيش حد نجده. جبت عربيه واحد صاحبي بسرعه، شلت ابويا حطيته في العربيه من ورا، نيمته، طلعنا بيه على المستشفى. وهناك قالوا لي ان والدك توفى. رجعت على المحل، قعدت هناك، اتصلت بالنجدة وجولي بسرعة ولحقوني. فضينا الكاميرات، بينا الصور كويس، حاولنا ان احنا نساعدهم على قد ما نقدر. وهم وعدوني ان هم فعلا هيمسكوه يعني. انا مش عارف اقول لك ايه. انت يا استاذ توني بس سؤال معلش، ايه اللي برد نارك؟ القانون، العدل. الراجل ده يتجاب، الراجل ده يتجاب عشان اعرف اخد حقي. الراجل ده يتجاب عشان القانون ياخد مجراه. الراجل ده قاعد مستني ابويا بقاله ساعة ونص قبل ما ابويا يجي، وفي شهود على كده. يعني في القانون عندنا ده نص صريح: سبق اصرار وترصد وبيت النية وعقد العزم على قتل والد. ده دخل المحل قتل وخرج. بطبيعته. انا سمعت هو دخل عدى المحل من قدام اول المحل مره وقعد في القهوه. راح قعد في القهوه ورجع تاني، يعني لحد ما لقى والدي ما كملش 5 دقايق على الكرسي. الراجل ده يعني عقد النية والعزم على قتل والدي، استخدم سلاح قاتل بطبيعته في مكان قاتل بطبيعته. يعني هو الراجل ده داخل بيقتل مع سبق الاصرار والترصد، قتل عمد، ده عقوبته الاعدام طبقا لنص القانون. انا عايز حقي ان انا اشوف ولكم حياته قصاص، ان يقول الالباب. انا عايز حقي، بس عايز حق والدي. اشوف الراجل قدام عيني. قانون، البلد فيها دولة فيها قانون، فيها عدالة، يتنفذ، ياخد حقي. طب اسالك يا استاذ توني سؤال اخير معلش. انا عارف ظروفك وعارف ان انت الله يكون في عونك، بس يعني